ما بقاش برشا، كل لقطة بحسابها. هذا ملخص الجولة 26 من البطولة التونسية. نبدأ بلقاء الملعب التونسي والنادي الصفاقسي. مباراة وفات بالتعادل 1-1. لقاء شد 4 ضربات جزاء، واحدة لسياسيس سجلها فراس السكوحي، وثلاثة ضربات لستام. غازي عيد يسجل الأولى وضيع الثانية، والثالثة ضيعها نضال العيفي. أيمن دحميان كان نجم اللقاء بتصدياته. النادي الإفريقي يواصل التنافس على اللقب ويفوز 2-1 خارج ميدانه ضد نجم المتلاوي. علي يوسف يسجل في الدقيقة 35، وبدل ايت مالك يضيف الثاني في الدقيقة 52، والمتلوي يقلص الفارق في الدقيقة 65. النجم الساهري ينتصر بنفس النتيجة 2-1 ضد اتحاد بن قلبان. هدف أول بالخطأ في مرمى غازي عبد الرزاق، والثاني من إمضاء المهاجم فراس شوات. أما هدف بن قلبان جاء بعد خطأ من دقدو استرالو عدنان يعقوبي. ترجي جرجيس يتلقى خسارته الثانية على التوالي 2 بلاش كونتر مستقبل جيبس. نور البيجي يفتتح التسجيل في الدقيقة 39، ومن بعد حسين منصور يضيف الثاني في الدقيقة 55. نمشيو الماتشوات نهار الأحد. الترجي الرياضي التونسي يفوز على قوي في القفصة 1 بلاش، هدف للعائد من الإصابة رودريغو رودريغيز. الاتحاد المونستيري بنفس النتيجة 1 بلاش على أرض اتحاد تطاوين، هدف لؤي ترالي ويعمق جراح متذيل الترتيب. سليمان يفوز على الأولمبي البيجي 1 بلاش، هدف اللاعب البنيني ماريانو. أخيرا النادي البنزرتي يسجل فوز عريض 4-1 على جيسو. هدف أول جاء بالخطأ في مرماه السويسي في الدقيقة 29، والهدف الثاني توقيع السنغالي ديوب. أحمد الحضري يقلص الفارق من ضربة جزاء، ومن بعد أيمن عامري الثالث، وأسامة يختم الرباعية في الدقيقة 87. هذه حصيلة الجولة، 8 مباريات 18 هدف. الترتيب: الترجي متصدر ب 56 نقطة، الاتحاد المونستيري في المركز الثاني بنفس النقاط، والإفريقي الثالث 53 نقطة، النجم الساحلي الرابع ب 51 نقطة. بالنسبة لصراع تفيد النزول، تطاوين والقوافل في المراكز الأخيرة ب 18 نقطة، ولقاو في المرتبة 12 جي اس 22 نقطة، وبن قردين المركز 13 21 نقطة. ترتيب الهدافين: المستوري في الصدارة ب 14 هدف، وفي راس شواد الثاني ب 11 هدف، وسنين الثالث 9 أهداف، والرابع الجزائري يوسف البليدي ب 8 أهداف. هذا كان ملخص الجولة 26. في الآخر قولنا في كومنتير زعما بطولة السنة شكون يهزها.